قرب العيد الكبير وبزاف منكم طلبوا مني حلويات بصح تكون سهله واقتصاديه. السلام عليكم، معكم الشيف صلاح الباتني. اليوم ان شاء الله جبت لكم حلوه بذوق الليمون بمكونات بسيطه، ما تكسروش راسكم خلاص، تقدروا تحضروها نهار عرفه يعني ليله العيد وانتم حضرتوها منعشه وكما العاده جات ضربه في البنه. خليكم على الوصفه. اول حاجه في ريسيبيون نحطوا كاس نتاع السكر يكون عادي، عندي قشور 2 حبات نتاع ليمون، 3 حبات نتاع البيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ، ملعقه متوسطه تاع لافاني سواء سائله ولا غبره، ونخلطوهم بالباتور حتى تحصلوا على قوام يكون ثقيل كريمي والسكر تاعنا يذوب لنا. من جهه اخرى نجيبوا كسرونه، راح نستعمل هنا لا مارغرين حوالي 140 غرام. انا استعملت لا مارغرين ديما تعجبني بزاف، فيها ريحه زمان وتبنن الماكله وزيد تصلح لي بزاف الحلوه ما شاء الله. نوزنوا 140 غرام تاع لا مارغرين ديما، نذوبوها ونخليوها تبرد، ومن بعد راح نضيفوها مع الخليط الاول ونزيدوا نخلطوا مليح بالباتور، ونعصروا 2 حبات نتاع الليمون ونضيفوا هذاك العصير، نخلطوا مليح حتى يتجانسوا. في الاخير نضيفوا حوالي 150 غرام نتاع الفرينه اي ما يعادل الكاس يكون بومبي، وعندي ايضا قرصه نتاع الملح باش تعدل لنا البنه نتاع الحلوه تاعنا. نخلطوا مليح هذوك المكونات، نجيبوا بلاطو المقاس تاعو 20 على 20 يكون كاري، فرشتوا بورق الطهي، نحطوا الخليط تاعنا، من بعد نفوتوا الفرن نكونوا شعلناه مسبقا على 180 درجه، نشعلوها من التحت حوالي 25 دقيقه ونزيدوا نشعلوها من الفوق حوالي 2 دقائق 3 دقائق. ومن جهه اخرى راح نجيبوا حوالي 120 غرام تاع السكر ناعم، نضيف له شويه تاع الحليب، نضيفوه غير بالعقل حتى نحصلوا على قوام اللي يكون كما شفتوا ثقيل، ما ديروش سائل بزاف، وانتم اللي تحكموا في الكميه تاع الحليب. من بعد لهنا نجبدوا الحلوه نخلوها تبرد، نحطوا هذاك الكلاصاج على الوجه وزينتها لهنا بالقشور نتاع الليمون، نتوما زينوها بواش تحبوا. نخليوها تبرد، من بعد نحيو هذوك الجوانب ونعلموا بالطابع المربع ونقطعوهم، حاولوا تقطعوهم صغار باش دير لكم كميه كبيره، سينو ضعفوا المقادير. كما قلت لكم هذه الحلوه تقدروا تحضروها يوم عرفه يعني ليله العيد كما نقولوا حنا ليله الرعد، سهله سريعه بزاف بنينه واقتصاديه ومنعشه، صدقوني جات من اروع ما يكون، جات ضربه في البنه. اذا وصلنا لنهايه هذا الفيديو، شيتكم بالصحه والسلام عليكم.